يلا احنا وصلنا، الناس كلها نزلت وانتوا لسه نايمين. لماذا نحن هنا؟ سؤال. انا فين العوني يا ناس، انا مخطوفة. ردوا علي، انا مخطوفة في بيت نوران ولا في الطيارة؟ يا ماما، يا أميرة، خدوني الجاع. هتلاقي حلم وحش. رد عليا، نفسي جامد، خدي نفس. شهيق زفير، شهيق زفير، ايوه كده. ايه ده؟ في ايه؟ هو مش انتي دكتورة أميرة اللي معانا في علاجاتنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ أنا أميرة أختها التوأم، بشتغل ضيفة هنا في الطيارة. ايه ده؟ مش تقولين انهم كانوا جايين النهاردة؟ ماما، هو مين ده وايه اللي لبسه بيجامتي؟ ده أنور نبيل، أنور عبد الصبور الشريف، أخوكوا الكبير. ايه؟ وانا ازاي يا ماما؟ انا مش فاهمة حاجة. انا هحكي لكم كل حاجة بالتفصيل، للأسف أنا كنت مخبيها عليكم من زمان، واللي حصل ده كان من 29 سنة. ساعتها أنا كان عندي 27 سنة، ونور 4 سنين، وأنور 6 سنين. أنور، أنا رايحة أجيب حاجة، خد بالك من نور على ما يجي، ماشي؟ حاضر يا ماما. ايه ده؟ يا نهار اسود، انا نسيت ولادي. ايه يا نور يا حبيبي، بتعيط ليه؟ واخوك فين؟ في راجل غريب خده في عربية بعيد ومشي. واكتشفنا في الاخر ان الراجل الغريب اللي خطفه ده عمكو نادر. حاجة كمان نور حتى مش عارفها، انور كان ليه اخ توأم اسمه عبد الصبور، مات وهو بيتولد، فاحترنا نسمي انور الاسم ده ولا الاسم ده، فسميناه عبد الصبور في شهادة الميلاد، وانور في الحقيقة بالنادي بانور يعني. انور على حضن حبيبي اخوك، يا انور. تعالى. ايه ده يا نور؟ انت بتعيط؟ اكيد نوع الفرح عشان انا شايفك قدامي. حبيبي، ده الدنيا نورت لما شفتك بعيني تاني يا نور يا اخويا. الو. ايوه يا نورة، بقول لك انا هطلع احضر الشنط عشان هنروح اسكندريه نشوف اختنا، هتيجي معانا؟ هاجي طبعا، هي دي محتاجه تفكير. طب تمام، روحي بقى حضري شنطك، وقولي اخواتك يحضروا شنطهم على ما يجي بقى، ماشي؟ اوكي. منوره اسكندريه يا نور. ده بنورك يا نوران. ما تيجي نروح نقعد هناك عشان شكل المواضيع هتطول. اوكي. وادي الحلم الطويل العريض كله انطقطق لسلام عليكم. انا حاسه ان الحلم ده كان بيشرح معنى جمله الكذب ملوش رجلين، وكمان انا حاسه ان النوع ده من الاحلام مش بيتكرر كتير، فمتقلقيش. اه، بقولك، هو جوزك عامل ايه؟ انا جوزي في السجن. ايه ده؟ ليه كده؟ عشان هو عمل حادثه وخبط حد بالعربيه، فاتسجن لمده 5 سنين، ولحد دلوقتي هو في رابع شهر. بقولك يا انور. هم. بقولك، انا كنت عايزه اجيب هديه لاختنا نوران عشان انا كنت متخاصم معاه وعايزه اصالحها، اجيب لها ايه؟ ممكن انا جاتلي حته فكره، انا اخليك انت الهديه. انا مين؟ انت الميلامين. لا، انا مين بجد؟ اكيد انت عفريت. بتاع المحل اللي جنبنا ده. طب انت صوتك مدي على الشكشك كده، انت شكشك شكشك شك. نور اخويا، انا بهزر. ايوه. طب احنا اخوات متخاصمين، انت جاي دلوقتي هنا ليه؟ ايه ده يا نوارة، انت اتجوزتي امتى؟ لا ده مش جوز، ركزي كده في وشه، ايه ده؟ شبه مين؟ يا نور. امم
ناس كده في الصورة دي وقولي الناس اللي في الصورة كلهم مين. دي ماما، وده بابا، وده انا، وده لا بصراحة انا مش عارف ده مين. ممكن يكون واحد صاحبي من وانا صغير مثلا. غريبة يعني، بس مكتوب في الصورة احلى عيلة. لا بصراحة انا مش عارف. انا حاساه شبه بابا الله يرحمه، وكمان شبه الولد اللي في الصورة اللي كنا مش عارفين هو مين ده. الاخر كده، ده انور نبيل، انور عبد الصبور الشريف، اخوك يا نوران. اخونا ازاي يعني؟ انا مش فاهمة حاجة من امك. ما هي امي فعلا اللي قالك كده، انا احكيلك. وبعد ما نوران صدقت ان انور اخوها وصالحة نور، كنا مبسوطين وقعدنا نتصور في المناسبتين الحلوين دول. ما بتفتكروش ان الحكاية خلصت؟ لا طبعا، ده لسه في احداث كتير، في احداث مشوقة واحداث حزينة في نفس الوقت. فبعدها بكام يوم رجعنا من اسكندرية للبيت، وكان معانا اميرة واختها عالية، كانوا عايزين يقعدوا معانا كام يوم. واميرة واختها عالية بعدها بكام يوم كانوا عايزين يرجعوا اسكندرية، فقلنا نيجي معاهم بالمرة. في احداث مهمة بقى هتحصل بعد شوية. ايه ده؟ نورة، انا رايحة اخد دش، وطلعي الفوطة من الدرج، اول ما اخبط لك هاتيها على طول، اوكي؟ استنى، هم. هو ايه كل الشعر اللي واقع على سريرك ده؟ دي حاجة انا حطيتها على شعري وقعته، بس مش ايه ده؟ للعيلة 28/7/2028.